السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي سنة أولى في حرف جديد من حروف اللغة العربية وهو حرف التاء. يلا بينا يا سنة أولى زي ما احنا متعودين نعرف عن حرف التاء. أول حاجة أشكاله. حرف التاء في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة متصل، وفي آخر الكلمة منفصل. تعالوا مع بعض نشوف الكلمات. تاء في أول الكلمة زي كلمة تفاحة، في وسط الكلمة كتاب، في آخر الكلمة متصل زي كلمة بنت، منفصل زي كلمة حوت. نقرأ الكلمات مرة تانية مع بعض حبايبي. تاء في أول الكلمة زي كلمة تفاحة، في وسط الكلمة كتاب، في آخر الكلمة متصل قلنا بنت، ومنفصل حوت. تعالوا نتعرف على أول سؤال مع بعض. بيقول لي صل شكل الحرف بالكلمة المناسبة. شكل الحرف يعني الأشكال اللي احنا لسه عارفينها دلوقتي، في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. تعالوا نشوف الحروف والكلمات. عندي التاء في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة متصل وآخر الكلمة منفصل. تعالوا مع بعض نقرأ الكلمات الأول. حوت، بنت، تمر، كتاب. يلا بينا حبايبي نوصل شكل حرف التاء بالكلمة المناسبة ليه. أول حاجة عندي تاء في أول الكلمة هنوصلها، برافو علينا، بكلمة تمر في أول الكلمة. تاء في وسط الكلمة، برافو علينا، كلمة كتاب. في آخر الكلمة بس حرف التاء هنا متصل بحرف قبليه زي كلمة ايه؟ برافو، بنت. في آخر الكلمة منفصل، منفصل يعني واقف لوحده، هنوصلها بكلمة حوت. طيب يلا حبايبي، تاني حاجة نعرفها حركات حرف التاء. فتحة، ضمة، كسرة، وعلامة السكون. يلا بينا نعرف الكلمات. تاء فتحة هتبقى تاء زي كلمة تمر. تاء ضمة تو، توت. تاء كسرة زي كلمة تين. والسكون ما بيتنطقش لوحده، لازم حرف قبليه زي كلمة كتكوت. نقرأ الكلمات مرة تانية. التاء عليها فتحة صوتها تاء زي كلمة تمر. التاء عليها ضمة يبقى صوتها تو زي كلمة توت. تاء تحتها كسرة زي كلمة تين ويبقى صوتها تي. علامة السكون ما بتتنطقش زي كلمة كتكوت. طيب تعرف على سؤال. بيقول لي ضع تاء فتحة، تاء ضمة، تاء كسرة، والتاء سكون مكان النقط. الكلمات اللي عندي يا سنة أولى، أول كلمة عندي تين. أنا نطقت إيه؟ تي، يبقى هختار برافو تاء كسرة. تمر، تاء، تاء، يبقى التاء هنا برافو فتحة. كتكوت، كت، وقفت هنا عند حرف التاء، وما دام بقف عند الحرف يبقى دي علامة السكون. آخر كلمة عندي توت، تو، ضميت، يبقى برافو علينا تاء ضم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية. تعالوا نشوف الكلمات. كتكوت، توت، بنت. أول كلمة عندي كتكوت. احنا اتعلمنا يا سنة أولى في التحليل إلى المقاطع صوتية الحرف الساكن لازم يروح مع اللي قبله في مقطع لوحده، والمد مع الممدود في مقطع لوحده. كلمة كتكوت لو بصينا فيها كويس هنلاقي فيها حرف ساكن اللي هو حرف التاء، وفيها مد بالواو. يبقى هنحلل ازاي؟ كت، الكاف مع التاء الأول عشان التاء ساكنة هتاخد الحرف اللي قبلها. كو، مد وممدود، والتاء الأخيرة هتبقى لوحدها. الكلمة اللي بعد كده توت،
ناخد بالنا كلمة توتون فيها ايه؟ برافو علينا، فيها مد بالواو، يبقى هناخد مد وممدود في مقطع لوحده. تو، تاء مع الواو، والتاء التانية لوحدها. بنتون، كلمة بنتون هنا ما فيهاش مد يا ميس، بس فيها ايه؟ فيها حرف ساكن اللي هو حرف النون، واحنا متعلمين ان الحرف الساكن بياخد اللي قبله في مقطع لوحده، يبقى بنتون. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اختر صوت حرف التاء المناسب للصورة. مديني مجموعة من الصور وبيقول لي اختار لها الحرف المناسب. تعالوا نشوف أول صورة معايا. أول صورة تمساح. ناخد بالنا هنا أنا نطقت إيه؟ تي، يبقى هختار برافو تاء كسرة. الصورة اللي بعد كده تمر، تاء، يبقى هنا تاء ايه؟ برافو تاء فتحة. الصورة اللي بعد كده ختم، انا وقفت هنا عند حرف الايه؟ التاء، ومادام وقفت يبقى دي علامة الايه؟ برافو علينا، علامة السكون. السؤال اللي بعد كده بيقول لي رتب الحروف وكون كلمة. عندي مجموعة من الحروف المتلخبطة زي ما احنا عارفين يا سنة أولى للكلمة، وعايزين نرتبها ترتيب صحيح. أول كلمة عندي حرف التاء، كاف، واو، تاء، كاف. برافو علينا، دي كلمة ايه؟ كتكوت. الكلمة اللي بعد كده ياء، نون، تاء، هتبقى كلمة برافو تين. آخر كلمة عندي سين، ميم، حاء، تاء، مد ألف، تبقى كلمة برافو تيم ساح. وده بيكون يا سنة أولى نهاية درس حرف التاء، وإن شاء الله نلتقي في حرف جديد من حروف اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.